السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل فنانين؟ أهلا بيكم في قناتكم نقوش كريمة بقوش. لو أول مرة تشوفوا القناة فإحنا عاملين كورس النهاردة إن شاء الله، المنتج الخامس من كورس الحرف اليدوية. الموضوع ماشي بالترتيب عشان خاطر تكونوا عارفين كل المراحل اللي بنمشي بيها. في حاجات هنبدأ نعديها لأن احنا خلاص اتكلمنا عن المراحل دي في الفيديوهات اللي فاتت، فأتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوها وتجيبوها بالترتيب عشان ما يفوتكوش اي طريقة في التحضير. والنهاردة المنتج بتاعنا مش هيحتاج مننا ولا فرش ولا الوان، يعني لو ما بتعرفوش ترسموا خالص هتقدروا تعملوا منتج مميز جدا. وان شاء الله لكل الناس اللي هتكمل الفيديو للاخر ان شاء الله في ليهم مفاجأة. اتمنى ان انتوا يا رب يعني يكون لكم نصيب فيها. ولو انتم مستعدين يلا بينا نبدأ. طيب اول حاجه معايا طبعا كالعاده لازم اصنفر القطعه بتاعتي كويس جدا. شايفين القطع فيها مش كلها فيها ناعمه كده، في قطع فيها بروزات كده مكان اهو، ده مكان القطع يعني. خلاص فانا لازم اساوي الحاجات دي كلها. قطعه صنفره خشنه الى حد ما. تمام، هصنفر بقى القطع بتاعتي وارجع لكم. طيب بعد ما صنفرتها بالشكل ده خليني انضف كل ده. وطبعا بعد ما خلاص نضفتهم هجيب الاساس بتاعي وابدا بقى اديهم كده. طبعا انا قلت قبل كده ان احنا بندي الجناب الاول، بحاول اشبعها كده. تمام، واتاكد ان مفيش اي حاجه زايده كده في الظهر. خلاص، وادي دي كده عن طريق الطبطبه، مفيش احلى من الطبطبه. هعمل الكلام ده في الثلاث قطع اللي فاضلين. طيب كده انا خلاص اسستهم كلهم، والاساس ده اللي احنا بنستخدمه كل مره في الفيديوهات بتاعتنا. راجعوا كورس الحرف اليدويه من الاول عشان تعرفوا الخطوات بالظبط ايه اللي بيحصل وايه الخامات اللي بنستخدمها. طيب دلوقتي هسيبه ينشف ان شاء الله، اخش اعمل الغداء وارجع تاني بعد ما اخلص. ورجعت لكم تاني اجمل فنانين بعد ما اديت مهمتي الساميه. وهنرجع بقى بعد القطع بتاعتنا ما نشفت. انا عملت عليها مرحله، عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات ايه المرحله اللي انا عملتها وانتم ما شفتوهاش، ولو مش عارفينها ممكن تغشوا من الفيديوهات اللي فاتت في الكورس. فيلا بينا نعمل بقى المرحله دي، وهي ان احنا هندي برضو اللون اللي هنشتغل عليه. فانا برضو هعمل الكوستر ده هعمله ابيض، فانا دلوقتي بدي لون ابيض. وبرضو اكتبوا لي في التعليقات ايه اللون الابيض اللي انا بستخدمه ده، عشان لو في ناس ما شافتش الفيديوهات اللي قبل كده يعني تعرف احنا بنستخدم ايه، والناس اللي ما شافتش تروح تشوف علشان تعرف تتعلم او تعرف تعمل منتجات اكتر. فيلا بينا كده نشوف. برضو انا هعمل بنفس الطريقة. هعمل معاكم قطعة وهكمل الباقي كده مع نفسي وهسيبهم ينشفوا، وبعدين نشوف السحر ايه اللي هيحصل بعد كده. تمام، احطها بقى تنشف كده والون عليها وهي في الوضع ده. ممكن اعمل الالوان دي زي ما شفنا كده بالاسفنجة زي ما عملنا في التأسيس. طبعا ما تنسوش بقى لايك عشان تشجعوني كده والفيديو يترفع وناس تانية كتير تستفيد بيه. ويا جماعة في اخر الفيديو لو لقيتوا ان الفيديو مش حلو اعملوا ديسلايك. تمام، متفقين متفقين. وورينا يا كريمة هتعملي ايه بعد مرحلة الدهان ده، هنشوف ان شاء الله وبإذن الله هيعجبكم بإذن الله. يلا هدهن الباقي واسيبهم ينشفوا وارجع لكم. ورجعنا تاني بعد القطع بتاعتنا ما نشفت. تعالوا بصوا الجمال بقى والملمس بتاعها بقت حلوة جدا. فهعمل اول حاجة قبل ما اشتغل على اي حاجة هجيب صنفرة ناعمة خالص كده وابدأ اصنفر بشويش خالص.
كده هعمل ال4 حتت. تمام، بنفس الطريقة كده بشويش خالص. شايفين في برادة بتطلع خفيفة كده اهي. تمام، لازم برضو ننضفها. هعمل ده في كل قطعة وارجع لكم. بصوا انا هنا صنفرت السطح والجناب. تمام، الظهر كمان لو في اي حاجة زي كده لازم اشيلها برضو، عشان انا مش هلون الظهر، انا هعزل الظهر بس، فلازم اشيل اي حاجة موجودة فيه بالشكل ده. تمام، ده هعمله طبعا في ال4 قطع، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. طيب بعد ما القطع بتاعتنا نشفت بالشكل ده ونضفناها كويس من الوجه ومن الجناب ومن كل حتة. تمام، فانا معايا الرسومات دي، فخلاص هبدأ. مش هستخدم الفرشة، مش هستخدم الالوان، وهبدأ اجيب رسومات جاهزة زي كده. الورقة دي كانت مطبوعة ب5 جنيه، فيها 6 صور، فانا قصاها اهو زي ما انتوا شايفين. هاخد كل صورة بقى وتعالوا نشوف احنا هنعمل فيها ايه. طيب تمام، انا قطعتهم بالقطر كده بالشكل ده. خلاص، خدوا بالكم ان الورقة لونها ابيض الخلفية، فعشان كده انا عملت اللون بتاعي بتاع القطعة لونه ابيض. خلاص، يعني لو الخلفية بتاعتكم ليها لون تاني مختلف، فانتوا ممكن تعملوا اللون الارضية ده على حسب ايه الرسمة اللي هتستخدموها. خلاص، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في القطعة بتاعتنا. كده بنوسطنها بالشكل ده، وهستخدم الورنيش المائي ده. ممكن تجيبوا ورنيش شقورة او النوع بقى اللي انتوا تفضلوه. هاخد بقى كده من الورنيش بالفرشة، وابدأ ادهن القطعة بتاعتي حلو. تمام، هوزع الورنيش كويس عليها. خلاص، بحيث ما يكونش فيه اي تكتلات. واجيب بقى الصورة بتاعتي واحاول اخلي الصورة كلها مغطية، علشان اللون الابيض ده مغطية كل الايه الخلفية. يعني الورقة محطوطة اهي، بصوا من كل الجهات. في ناحية اهي ممكن نرحل دي كده شوية. خلاص كده، هاخد من النص كده واطلع للحرف. مساحة طبعا صغيرة، فمش محتاجة اي حاجة تانية. تمام، ممكن بقى استخدم اي كيس بحيث ان انا اطلع الفراغات اللي موجودة دي. هجيب كيس عليها كده وابدأ انعم وافرد كويس. خلاص، واكد كده على الحروف بتاعة الرسمة. تمام، نجيب بقى الورنيش برضو واعمل عليها من على الوجه كده. نديها طبقة من على الوش. تمام، يلا نشيلها كده ونسيبها تنشف في مكان بعيد، وناخد اللي بعدهم بنفس الطريقة. هعمل دي معاكم، وبعدين هنرجع بقى تاني بعد ما ينشفوا هنشوف احنا هنعمل ايه عليهم. اهم شيء بس ان انا اوزع الورنيش على القطعة كده كويس قوي. خلاص،
طبعا حركة المنديل كده بتسهل على البلاستيك، بتسهل ان احنا نخرج اي هواء موجود في الرسمة. طب بصوا انا دي هسيبها تنشف وبعد كده اديها الورنيش. خلاص هعمل القطعتين اللي فاضلين معايا ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا هنا القطعة الاولانية دي اكمن الطباعة دي اعتقد ان هي مش ليزر، تمام. فلما مشيت عليها الفرشة خدت شوية كده من اللون تقريبا عشان اللي تحت كان طري، او اتحط على مكان طري يعني فيه رطوبة او مبلول طبعا مكان الورنيش. فعملت كده زي ايه الالوان بتاعتها زي ما تكون طلعت، يعني طلعت فاندمجت في الخلفية. فده انا شايفاه بصراحة بالنسبة للقطع دي، حاسة ان هو ميزة مش عيب خلاص. ولكن لو الطباعة بتاعتكم بتطلع وشايفين ان ده ممكن يأثر على شكل القطعة بتاعتكم، فاستنوا بدهان الطبقة التانية من الورنيش اللي على الوش لما القطعة بتاعتنا تنشف خلاص. لكن انا بصراحة عجبتني الحركة، عجبني التأثير بتاعها، عشان كده مدية لون حلو في الخلفية. فهبدأ امشي برضو بخفة ودلع كده على القطعة، شايفين مش بضغط على الفرشة. طبعا الموضوع ده هيقعد شوية حلوين كده ينشف، احنا في الشتاء دلوقتي. تنسوش بقى تقولولي رأيكم كده ايه في الدنيا، ايه معاكم، واللي جرب حاجة يعرفني. انا بفرح قوي بالتجارب بتاعت الناس، وان هي حقيقة تكون بتحقق حاجة يعني. هكون سعيدة جدا لو شاركتوني انتوا عملتوا حاجة ولا لأ. طبعا انا هعمل بقية القطع بنفس الطريقة، فاضل قطعتين وبرضو فاضل بقى ايه مرحلتين كده هنعملهم. فخليكم معايا، ما تنسوش لايك للفيديو لو انتوا معايا لغاية دلوقتي، فلايك كده وكومنت حلو زيكم بدعوة حلوة. وهسيب القطع تنشف وارجع لكم نكمل شغل عليها. ازيكم يا اجمل فنانين، ورجعنا تاني. ده تاني يوم على فكرة، ما يعني انا مصورتش في نفس اليوم، خلاص نشفت تماما اهي. فتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. هجيب صنفرة خشنة زي دي كده، وهبدأ بصوا صباعي ده هيبقى ماسك كده، وابدأ ايه انزل، يعني انزل بشكل حاد كده مع الحروف، شايفين. بتتقطع بالظبط بالظبط على قد قطعة الخشب اللي احنا عاملينها. بجد يا جماعة ده الدوبامين اللي بتكلف، يعني السعادة اللي هتحصلوا عليها لما تشوفوا فيديو شورتز او فيديو كوميدي او تحدي او الحاجات اللي هي ملهاش لازمة، اللي حقيقي بتستهلك وقتنا وحياتنا دي. حاجة، وان انتوا بقى تعملوا حاجة بايدكم، ده هيبقى مش ادمان، مش ادمان وحش، بس هتبقوا كده حاسين ان انتوا عندكم الحتة بتاعتكم بقى اللي فعلا بتقدروا تفصلوا وتقدروا تجددوا وتشحنوا الطاقة بتاعتكم تاني. لان انتوا في حاجة بتقدروا تعملوها، بأي حاجة بنقدر نعملها بايدينا والله بتفرق جدا. بس اللي عايزة اقوله لكم بقى ان التعامل مع الالوان يا جماعة حاجة تانية. يعني انا عارفة والله مش بقلل من قيمة اي حرفة، كل الحرف جميلة، ولكن انا مش عارفة، يعني انا الالوان بتسعدني عموما، الالوان بتسعدني جدا، وشايفة ان هي التعامل معاها مش مؤذي، مش غلس. يعني مش ممكن تقعدي بعد يعني شوية كده وتزهقي، فتحسي ان انت مش قادرة تكملي في الموضوع ده. لا انا ماليش مزاج دلوقتي. التعامل مع الالوان عالم تاني، فانا احب قوي ان انتوا تجربوا الحاجات دي كلها. فايه رأيكم بقى في الجمال اللي معانا ده؟ شايفين حلوة جدا بصراحة، حلوة قوي، حاجة في منتهى الجمال. ولكن لسه هنعمل عليها حاجة تاني. هنضف بس ده. هي دي القطعة بتاعتنا اهي، تمام. وادي القطعة التانية، طبعا عشان وقتكم انا عملتها بنفس الطريقة. بصوا حلوين قد ايه، امامير جدا، شايفين. عايزاكم تقولوا لي كده في التعليقات ايه الحاجة اللي كانت بالنسبة لكم شايفين ان هي صعبة ولقيتوها سهلة. انا هنا هجيب لون ذهبي، درجة ذهبي اهي، تمام. عندي كتير في الغطا فانا هستخدم من الغطا خلاص. وبحب استخدم الالوان بايدي، انتوا كمان لما تتعاملوا مع الالوان هتحبوا قوي الموضوع ده. هأكد بس ان الجزئية دي ناعمة اهي، تمام.
هاخد بقى كده وابدأ اشبح كده القطعة بتاعتي بالذهبي. واقول لكم حقيقي اما تتعاملوا مع الالوان بقى هتعيشوا. اول ما جيت اتعامل مع الالوان وانا في الجامعة كنت في مركز الفنون التشكيلية، وده كانت حاجة جانبية يعني في كل الكليات اصلا ممكن ان هي تشترك فيه، مش كليتنا بس. فكنت الاول بقى بلبس جلافز بقى وايه، وخايفة على نفسي قوي كده ومحافظة قوي على نفسي. ولكن بعد كده بقى خلاص ايه يعني اندمجت بقى، او اللي هو يعني ايه بنلحس الالوان. فبصوا التعامل معاها كده مريح قوي، حاجة عسل يعني. فزي ما بقول لكم قولوا لي كده ايه الحاجة اللي كنتوا حاسين ان هي صعبة، قولوا لي ايه الحاجة اللي عجبتكم. وطبعا ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كده في التعليقات، وتذكروا ربنا، وربنا يعني ايه يجعله كده عمل متقبل. ان شاء الله الواحد نفسه يدخل السعادة والسرور على قلب مسلم، وان شاء الله ربنا يسعدكم وهتفرحوا جدا حقيقي بالقطع اللي هتعملوها. انا هعمل الكلام ده في القطع التانية برضه، هعمل قدامكم كده عشان تستمتعوا معايا بالتعامل مع الالوان. شايفين حقيقي يا جماعة حاجة حلوة قوي. لما بروح بقى معرض تلاقي الناس فرحانة قوي بالقطع. دي حاجة كمان بتسعدكم، لان انتوا زي ما قلت قبل كده انتوا مش هتفضلوا تعملوا تنتجوا الحاجات دي لنفسكم ولاصحابكم. خلاص بقى هيبقى عندكم وفرة من الانتاج بتاعكم، هتبدأوا يعني انتوا عايزين بقى تحسوا بالسعادة على طول، عايزين تشحنوا روحكم على طول. فخلاص هتعملوا قطع تانية، والقطع التانية دي هتسعدوا بيها ناس تانية. تبدأوا بقى تنزلوا وتشتركوا في معارض وتقابلوا ناس زيكم، ناس ما استسلمتش ان هي تفضل قاعدة في البيت. يعني وتقعد بقى ايه تكلم صاحبتها في التليفون، يقعدوا ينموا، يقعدوا يبقوا حظهم الظروف الايام العيشة. يعني كده هتلاقوا بقى ايه بدأتوا، حتى لو عارفين حتى لو خرجتوا في معرض وما بعتوش فانتوا بتتعرفوا على ناس زيكم. يعني دي من الحاجات برضو الحلوة جدا اللي هي بتقابلكوا لما تبدأوا بقى ايه تنزلوا وتتحركوا كده. الحركة اصلا ده سعي، وربنا بيرزقنا كلنا. يعني طبعا كل واحد رزقه ربنا مقدره، ولكن لازم ان احنا نسعى. فما توقفوش سعي، وابدأوا كده جربوا الحاجة اللي ممكن تحبوها. احنا مش بنعرف على فكرة احنا ايه اكتر حاجة بنحبها الا لما بنجرب. يعني ممكن حد يبقى فاكر ان هو بيحب الحاجة دي جدا، ولكن لما يجرب هواية تانية او يجرب حاجة تانية وبص بقى ايه، لا لا ده انا لقيت نفسي، ده الحتة دي بتاعتي، ده انا انبسطت جدا لما اتعاملت مع الخامة دي. فجربوا ان شاء الله ربنا يسعدكم، وقولوا لي رأيكم ايه. وطبعا الكلام اللي احنا عملناه النهاردة ده مش هيبقى واقف على ان احنا نعمله في كوستر بس، ده ديكوباج بطريقة بسيطة جدا. هوريكم قطع كمان كان فاضل رسمة كده معايا، فروحت عاملاها حاجة تانية بحيث برضو اعرض عليكم فكرة تانية، وحسسوني ان انا مش قاعدة في صحراء. يعني حد قولوا لي رأيكم ايه، يعني ما تتفرجوش وتمشوا. قولوا لي رأيكم ايه، قولوا لي اعملوا لايك اعملوا ديسلايك. احس ان في حد بيتفاعل معايا. الزرار بتاع اللايك مش بيكهرب، ولا الاشتراك بيكهرب، لا مجاني متاح لغاية دلوقتي متاح. فما تعرفوش ما تعرفوش ايه اللي ممكن يبقى متاح النهاردة او مش متاح بكرة. يعني اتمنى يا رب ان انا اكون قدمت لكم حاجة حلوة في الفيديو بتاع النهاردة، زي ما انا اتمنى كده ان انا اسعدكم بيها. شايفين؟ بصوا بقى القطعة كمان اللي معايا. بصوا دي قطعة خشب برضو صغننة كده اهي، ورحت عاملاها ادي الظهر بتاعها، وحطيت عليها البنوتة الجميلة دي، فبقت دلاية كده ممكن تتعلق في العربية. شايفين؟ وممكن تتعلق في الشنطة، في الحزام بتاع الشنطة. حاجة قمر قوي، وممكن يتحط مع المفاتيح. فبرضه هحط لها ذهبي كده افنشها حلو. شايفين؟ بحاجة بسيطة جدا طلعنا منتج أمور. وإن شاء الله نكمل مع بعض شغل الناس اللي متابعة السلسلة معايا. تعرفني قولوا لي مين اللي متابع معايا السلسلة دي، مين شاف الفيديوهات من الأول. بحاول والله أعمل لكم حاجة ممنهجة كده، وبرضو تتناسب مع اليوتيوب، ولكن الكورس الكامل برضو متاح.
وكمان عامله عرض حلو قوي للناس اللي هي عايزه بقى تكون من المؤسسين. عامله لهم عرض ان كل الكورسات اللي هتنزل بعد كده هم هيكونوا مشتركين فيها. يعني الناس اللي هتشترك في الكورس الكامل اللي هو خاص بكل اللي هنتعلم فيه بقى نعمل كل الخامات وكل خامة اكتر من قطعة، الناس دي هتبقى من الناس اللي هتشترك في الاول هيكونوا من المؤسسين، وان شاء الله اي كورسات هتتحط بعد كده هتبقى مفتوحة لهم فري. فتمنياتي ليكم بالتوفيق، قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وشوفوا الشغل بتاعنا الجميل اللي طلع ده بمنتهى البساطة، ولا هترسموا ولا اي حاجة، ولكن زي ما بقول لكم كده التعامل مع الالوان حاجة رائعة وممتعة جدا، وهتحبوا ان انتوا تجربوها. في حاجة كمان حصلت امبارح يعني عايزاكم تعرفوها. وانا وانا بعد ما ورنشت حطيت الفرشة، تمام، حطيت الفرشة وانا ما خدتش بالي ان هي ما نزلتش، يعني الفرشة اتعلقت على الفرش التانية، وبصوا جالها ايه، جالها جفاف. شايفين عملت ازاي؟ فدي حاجة برضو احب ان انتوا تاخدوا بالكم منها. بدأت تلين شوية، ممكن لو حطيتها في مية سخنة يمكن ترجع تاني، ولكن برضو بقول لكم الكلام ده عشان تحافظوا على الفرش بتاعتكم، لان الفرشة دلوقتي يعني اسعارها بقت عالية. وبرضو لو دفعتوا فلوس في الفرش ادفعوا فلوس في الفرش الحلوة، يعني لما تجيبوا فرشة ب100 جنيه ولا حاجة او اكتر، فالفرشة الحلوة دي هتعيش. وطبعا يعني عايزة اوريكم حبيبة قلبي، طبعا كان عندي منهم كتير دول، بس دي فوجئت بيها موجودة يعني قريب، وبدأت رجعت استخدمها تاني، حطيت لها وصلة لانها اتكسرت. فبصوا الحاجة دي بقالها حوالي 30 سنة الفرشة دي، طبعا انا مش كبيرة، لا هي الفرشة اللي كبيرة. الفرشة بقالها حوالي 30 سنة، يعني من اول ما دخلت الجامعة تقريبا اكيد الفرشة دي موجودة، لان انا كنت جايبة الفرش دي اسمها النوع ده اسمه فرنساوي، تلاقوه في سمير وعلي، وتلاقوه في الوان خامته حلوة جدا بجد ومريح قوي في الشغل. فلما تدفعوا فلوس في حاجة ادفعوا فلوس في الحاجة الحلوة، هتعيش معاكم، مش هتحتاجوا ان انتوا تشتروا تاني. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامة.